شو لساتك عايش بالسواد؟ لساتني. انت ما لازم تم وحيد، لازم تتزوج. تجوز؟ بتعرف آخر مرة رحت لأخطب بنت شو حكولي؟ صوتهم بداني. يا ابني اهلا وسهلا فيك. انت زلمه عبيت معي تمام التمام لسببين. الاول انك زلمه فتت من الباب، وثاني سبب انك طلبت على سنه الله ورسوله. وانا بحكيك بصراحه، انا بنتي ما جبتها لا فيلم ولا بحر ولا عرضتها لاي خطر. بنتي جبتها بالطيران، كلفتني غالي كثير، لذلك رح اطلب منك 8000 يورو مقدم وتلبسها ب 3000 يورو ذهب. اذا الحكي عبى معك لنقرا الفاتحه، واذا ما عجبك كل مين بيروح بحال سبيله يا دار ما دخلك شر. بس يا بابا انا انت شو فوتي ابري على غرفتك اوام. سمعت لك عم تسمع؟ تسمع؟ وين الصوت؟ انت واحد مجنون. الحق علي اللي جيت لعندك لاني بخاف عليك. يمكن البنت مو ذنبها. لا تحكي شيء، لا تحكي شيء. ولسه عم تسألني ليش عايش بالسواد؟ رح ضلني عايش بالسواد. انتو ما دخلكم فيني، حياتي ما دخلك. اتركوني. تبكي؟ ببكي على زمان راح. عم ببكي على ايام زمان لما البنت كانت تتجوز لتنستر. عم ببكي على هالايام، عم ببكي على هالايام اللي صارت البنت صارت البنت تتجوز لتنباع. عرفت ليش عم ببكي؟ لك اتركني، اطلع لبرا. اصل حق علي جيت لعندك، خليك عايش بالسواد. انا ماشي وما عاد ارجع. الله معك. خليني عايش بالسواد.